السمنة البلدي اللي على أصولها الجميلة اللي هتعمليها بإيديكي في البيت من غير أي مكونات تتحط عليها خالص، هتكون سمنة بلدي بيور. انت هتعمليها بكل نظافة في بيتك. تعالوا معايا وكملوا الفيديو للآخر وهتشوفوا أنا عملتها ازاي. سمنة بلدي يا جماعة دي ولا مش سمنة بلدي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير، اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض السمنة البلدي في البيت من القشطة اللي احنا بناخدها من على وش اللبن. باخدها وبجمعها وبحطها في الفريزر لحد ما تبقى عندي بالكمية ديت كده اهي، زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا مطلعاها من الفريزر مجمدة خالص. دلوقتي هاخدها في الكبة كده وهشوف ايه اللي هينجز معايا يعني ويطلعها معايا على طول. تمام. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بالعدد، الحمد لله حتى يرضى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دلوقتي كده هبتدي أحطها في الكبة. تمام. زي ما انتم شايفين هي مجمدة خالص، يعني لما تيجي تشتغلي بيها تشتغلي بيها وهي مجمدة، على أساس إنها تطلع لك السمنة على طول. هتوفري في البيت كتير يعني، وهتكوني انت عاملاها في البيت بنظافة، وفي نفس الوقت مش هتكون مثلا مغشوشة او تشتريها من حد مش موثوق فيه. انت بتعمليها في البيت. معلش هي مثلا بتتجمع على فترات يعني مش على طول. زي ما انتم شايفين اهي، معلمة في المعلقة السمنة، يعني فيها كمية حلوة يعني. تمام. دلوقتي كده هشغل الكبة وهبتدي اشوف كده هتنجز معايا على طول ولا ايه. تمام. دلوقتي للأسف الكبة نعمتها معايا خالص. وما حسيتش انها هتنجز معايا، فابتديت اشغلها بايديا كده. تمام. ففكرت برضو قلت لا اجيب المضرب الكهرباء واحاول برضو ان انا اشتغل بيه على اساس ان يطلع لي السمنة بسرعة وما ياخدش وقت معايا. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده خدوا معايا برضو بالمضرب حبة حلوين. يعني ضربتها كتير كده لحد ما حسيت انها طلعت معايا بس، وبعدين المضرب عمل معايا الواجب يعني دهولي الدنيا. تمام. ابتديت برضو ان انا الفها شويه بايديا اهو. هي للاسف لما حطيتها في الكبه نعمت معايا، لو كنت اشتغلت بالمضرب كانت هتنجز معايا بسرعه، بس يلا مش مشكله. دلوقتي هتوفري برضو في البيت. طلعت معايا كمية كده مثلا يجي كيلو ونص أو أزيد، حاجات بسيطة. تمام. برضو وفرت. شوف الكيلو دلوقتي بقى ب140 جنيه. لما تعملي مثلا كيلو ونص في البيت وتكون بيور وتكون صافية ما فيهاش أي مكونات يعني داخل السمنة، انت مش عارفة طبعا هي معمولة ازاي. تمام. ابتدت تطلع معايا يا جماعة. هلفها لفتين بإيديا كده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. زي ما انتم شايفين اهي، حاسة انها برضو عملت حبيبات كده، يعني خلاص ابتدت السمنة تطلع معايا اهو. زي ما انتم شايفين كده برضو بلفها بالطريقة ديت وبسرعة كده. واهم حاجة برضو تكون لسه متلجة، ما تكونش فيها مثلا سبتها شوية مثلا هديت من التلج، لا لازم تكون متلجة شوية على اساس تطلع معايا السمنة. اخيرا اخيرا اهي، طلعت معايا السمنة زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي ببتدي ان انا اجمع السمنة مع بعضها اهو. شايفين فصلت اللبن عن السمنة بالشكل ده. ببتدي بقى اجمعها بايديا كده على اساس انها تكون لي السمنة بسرعة اهي، زي ما انتم شايفين. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. السمنة طلعت يا جماعة اهي زي ما انتم شايفين. بتتعبي شوية بس بتلاقي يعني انك انت بتعملي شوية سمنة حلوين كده وجمال. طعمهم في الاكل بيبقى روعة بصراحة اهو زي ما انتم شايفين اهو. لو ما كنتش للاسف حطيتها في الكبة كانت هتنجز معايا على طول يعني، بس يلا الحمد لله. دلوقتي فصلت اللبن بتاعها اهي. سمنة، عملنا السمنة في البيت يا ولاد.
سمنة ولا مش سمنة دي يا جماعة. وجميلة خالص خالص بصراحة في الأكل. زي ما انتم شايفين اهي جمعت معايا تمام. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. دلوقتي طبعا اللبن اللي بيطلع من السمنة دوت بنحتاجه برضو بنستعمله. هعمل معاكم برضو حاجة حلوة جدا وجميلة. تمام. كل المكونات اللي فيها طبعا مش هنرميها ولا هنستغنى عنها، هنعمل منها حاجات كتير بإذن الله. دلوقتي كده بحاول ان انا اطلع كل القطع الصغيرة، طبعا مش هسيب اي فتفوتة خالص خالص. تمام اهو زي ما انتم شايفين. وهصفيها بمصفى ضيقة على اساس لو في قطع من السمنة هطلعها. طبعا السمنة ديت بيور طبعا بتكون غالية جدا. تمام. فطبعا لازم نطلع كل قطعة، ما نسيبهاش. دلوقتي طبعا انا كنت عاملاهم على جزئين. ادي الباقي من السمنه قلت بقى هعمله بالمضرب على طول على اساس برضه ما يغلبنيش. تمام. دي هتطلع معايا بقى على طول يا جماعه. زي شايفين اول ما حطيت المضرب وشغلته حسيت انها خرزت معايا على طول اهي. وهتنجز معايا باذن الله. هعملها بقى واخلص الكميه ديت وارجع له. بس الأول نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. أدعوك يا رب فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد. زي ما انتم شايفين كده هجمعها بقى واعملها قطع كده اهو. تمام. بصوا السمنة جميلة جدا بصراحة ولونها تحفة تحفة بصراحة. وطعمها في الأكل جميل وإلا في الرز بالذات يعني. طبعا انتي بتعمليها في البيت ما بتكونش مغشوشة ولا بتكون فيها أي حاجة ولا فيها أي شوائب. بس برضو لما بنيجي نسيحها لازم نصفيها برضو. تمام. انت عاملاها بايديكي وكل حاجة في البيت. بس برضو ما تيجي تحطيها في البرطمان بعد ما بتدفى خالص يعني ما بتحطهاش طبعا وهي سخنة. والافضل يكون البطرمان يكون ازاز. تمام. نسيبها لما تهدى خالص وتبرد وبعد كده نصفيها ونحطها في البطرمان. تمام. كده انا خلصت الكمية زي ما انتم شايفين اهو. عملت القطع شكلت السمنة زي اللي بتتباع بره بالظبط. وبالعكس دي هتكون انضف واحلى بكتير. تمام. طبعا دول هيكونوا اكتر من كيلو ونص بحاجات بسيطة. وادي اللبن الخض اللي طلع منها. طبعا بيبقى بنعمل منه حاجات كتير. ممكن يتعمل منه مش ممكن يتعمل منه لبن رايب. ممكن يتساب كده وتطلعي منه اللي هي الجبنة الكريمي او اللبنة. تمام. لانه كل ما بيقعد كل ما بتلاقيه بيعمل قطع جبنة فيه وبيفصل الشرش عنه يعني. يعني اللبن الخض دوت بيعمل اللي هي اللبنة او اللي هي الجبنة الكريمي. تمام. طبعا بتعمليها مع مكونات تانية. وبيفصل الشرش عنه. والشرش دوت ممكن لو انت عندك جبنة قريش ولا حاجة بتحفظيها فيها او ممكن تعملي منه اي معجنات يعني. تمام. دلوقتي انا خدت كده حبة في الكوباية ديت وحطيت عليهم حبة ملح. طبعا الرايب بيتحط عليه حبة ملح وبتشرب مفيد جدا وكويس يعني. تمام كده. دلوقتي كده انا حطيتها في ميه وبشطفها على اساس لو في بواقي من اللبن ولا حاجه تطلع يعني. زي ما انتم شايفين اهو. هغير لها الميه مثلا مره او اتنين لحد الميه ما تكون نضيفه خالص. وابتدي اسيبها يعني تنزل ميتها اللي هي فيها.
تمام. وهبتدي ان انا اخدها احطها في حلة، وابتدي احطها على النار واسيحها. هنا كده غيرت المية برضو تاني وبحطها فيها اهو. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين اهي المية بقت نضيفة اهي، وبحاول ان انا انزل منها المية كلها اهو. طبعا السمنة زي ما انتم شايفين متماسكة خالص اهي كده. بتهيالي المية خلاص بقت نضيفة، يعني مفيهاش اي حاجة. يعني مش محتاجة ان انا اشطفها تاني. دلوقتي زي ما انتم شايفين المصداقية برضو جبت الميزان اهو. زي ما انتم شايفين هجيب كيس نايلون كده وافرده على الميزان عشان برضو ما يدهوليش الصينية بتاعة الميزان. هي عليها برضو كيس، بس انا هحط كيس كمان. تمام. دلوقتي قبل ما ابتدي الوزن هصفر الميزان زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي احط السمنة الكمية كلها اللي معايا 1560 جرام، يعني مثلا كيلو ونص وحاجات بسيطة كده. طبعا غير اللبن الخض اللي انا طلعته، ممكن اعمل منه لبن رايب. تمام كده اهو. زي ما انتم شايفين الوزن قدامكم بالظبط. دلوقتي هاخد السمنة وهبتدي بقى ان انا احطها اسيحها، بس الاول اشيل الميزان. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. ودلوقتي كده هجيب حلة زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي ارص فيها قطع السمنة اهو. تمام. وابتدي اخدها واحطها على النار. طبعا النار بتكون هادية جدا، يعني بسيطة، مش تكون النار عالية، على اساس انها تسيح براحتها يعني وما تتحرقش مني. تمام. دلوقتي كده هولع عليها النار اهو، وهتبتدي تسيح زي ما انتم شايفين كده. ودايما كده لما بحب اسيح السمنة باخد منها قطعة وبشيلها في الفريزر. ساعات بحتاج يعني الزبدة ديت من غير ما تكون متسيحة يعني. بحطها برضو في حاجات كتير. تمام. دلوقتي كده السمنة زي ما انتم شايفين ساحت اهي، وهبتدي طبعا اهدي عليها النار بسيط خالص اهو. بالشكل ده ابتدت تكون السمنة زي ما انتم شايفين. طبعا كل ما بتستوي بتديني لون الزيت الصافي اللي هو الفاتح. تمام كده. ما بحاولش ان انا اكتر فيها السوا كتير لحد ما توصل للمرحلة ديت، او بحس ان المرطة اللي في الحلة من تحت بتكون خدت لون غامق، حاجات بسيطة يعني سيكة كده مش كتير. زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر ده، واحس ان المرطة اتكونت اهي. دلوقتي كده السمنة تعتبر جهزت، وهبتدي اسيبها لحد ما تبرد خالص. تمام. وابتدي احطها في البطرمان زي ما انتم شايفين اهو. طبعا صفيتها الاول. خدت معايا البطرمان دوت كده والحبة الصغننين دول. وطبعا ادي اللبن الرايب اهو، وادي اللبن الخض اللي هستعمله باذن الله في المش معاكم باذن الله في الفيديو اللي جاي. وادي قطعة اهي من الزبدة. حطيتها في كيس واحطها في الفريزر. انا حطيتها بس في التلاجة، ما حطيتهاش في الفريزر، بس جمدت ما شاء الله اللهم بارك، على اساس انها فيها سمنة كتير يعني. وادي المرتة اللي هعملها في المش ممكن تتاكل كده عادي. وخدت قبل ما اشكل السمنة، خدت الحبة من القشطة دول، حطيتهم في الكيس زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر دوت، ووديتهم الشكل ده على اساس ان انا اقطعها قطع مكعب مربعات كده يعني. كل ما احتاج مثلا في اي وصفة يكون فيها قشطة اخد القطع اللي انا عايزاها بكل سهولة. ودي المرتة زي ما انتم شايفين اهي. يعني بالنسبة للكيلو ونص اللي انا عملتهم مش كتير، يعني على اساس ان انا طلعت منها اللبن كله، ما خليتش لبن كتير فيها يعني.
نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده أنا بقول لكم طلعت منها مكونات كتير، يعني اللبن الرايب واللبن الخض والسمنة والمرطة طبعا، وادي القشطة اهي، والزبدة برضو اللي شلت جزء منها. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.